جميعا الأستاذ ندى، تحية لك والعزة بك، وأخونا سفيان، ياسين التاج، مهند، حباب حباب كل الفدائيين. وزي ما قالوا نحن كلنا أصحاب قضية ومضحين نحن لأعراض مرقنا عشانها، كتبناها الوصية والكفن عنوانا، الكايسنا في العركة واللي هي بدانا ده يا هو صديقنا ذات المين خلقنا معانا. أبشروا بالخير يا مهند وياسين، أبشروا أبشروا بالعز. الشيء ده نقوله يا جماعة، لازم قاعدة يفهموها جزء من الغنم ديل كويس. نحن لما مرقنا ودعمنا الوطن والجيش ده دعمناه وعارفين الثمن. أنا واحدة من الناس عارفة الثمن. احتبروني ما عندي أهل، احتبروني ما عندي قبيلة، احتبروني أرزل الرازلين، احتبروني أي شيء، بس أنا جيش، أنا جيش. دي ما بتقدروا تغيروها، ما بتقدروا تغيروها. وعز جلال الله في سبيل الوطن ده لو روحي دي ضاعت، لو روحي دي ضاعت والله ما بتفرق معاي، ما بتفرق معاي. اكون مع الجيش كده، والجيش الواجهكم ده وما قريب. انا ما قاعده لكم حاجه التلفزيون ده وبالصور وبالدلائل وبالكلام. انا حقول كلام يحير الشعب السوداني كله. ما تستعجلوا يا قحاطه ويا جنجويد، ما تستعجلوا. وعز جلال الله، وعز جلال الله. انتوا لسه نضل القلعه ما تكلمت، ندى ما تكلمت، فاهميني؟ ندى ما تكلمت. امني يا جن. تحية لك يا أستاذة، تحية لأخونا مهند، أخونا سفيان الزبير. يا أخي حياكم الله، وتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعر أخوي، مساء الخير عليكم. أخونا حسن جالي، والله الليلة تنويرات شديدة وبشريات شديدة يا أخي، والأجواء طبعا الليلة عندنا في أم درمان تبشر بالخير وتنذر بجغم كبير جدا. دسوا أحسن لكم. اولا بهدي لكم الاغنيه دي لكل اولادنا الفدائيين، ولكل اولادنا الجياشه، ولاي جندي بدافع في على حقيقه. والله اول حاجه السلام عليكم كلكم، ان شاء الله طيبين. نصر الله قوات شعب المسلح السودانيه، ونسال الله انه يسدد الرمي في الواقع والمواقع ويشفي جرحانا ويحفظ ويرد اسرانا ويردنا جميعا الى وطننا السودان، وشيروا الله في شفزين. دي حاجه. الحاجه الثانيه لما نجي نقول سوداني، سوداني ما بالجنسيه ولا بالجواز الازرق اللي انت شايله، وحتى ان كان الدبلوماسي. سوداني اخلاق، رفعه، شرف، كرامه. في الفترة اللي فاتت كان في لغط حاصل وخلط، وحاولوا يستغلوه ضعاف النفوس والعقول المريضة في شهداء ثورة ديسمبر المجيدة. لن نسمح بأي شكل كان بأن يتم التطاول على شهداء ثورة ديسمبر. ديسمبر قدمت شهداء فاق عددهم 270 شهيد. دي حاجة. ناس ديل أولاد السودان لما طلعوا عشان توجه معين وفكر معين هو رفعة السودان. اتجردوا من حاجات كثيرة جدا جدا، لكن قحط كان عنده أجندة مختلفة تماما عن الشباب اللي طلعوا وقدموا النفيس اللي هو مهرهم وحموا الكنداكات. للأسف في البعض الليلة بيطلع بنفس التوجه المريض عشان يقول انه انا بدافع عن ثوار ديسمبر، ولكن بسوء اخلاق وانحطاط اخلاقي مريض سقيم ما بيمثلنا نحن كسودانيين، ولا بيمثل حتى شهداء ثورة ديسمبر. نحن بالنسبة لنا انتصرنا على الصعيد السياسي، انتصرنا على الصعيد العسكري، انتصرنا، وعلى الصعيد الاجتماعي صمودكم ووقفتكم مع قوات شعبنا المسلحة السودانية والمشتركة والمستنفرين انتصرنا. فالأزمة الأخلاقية اللي بيعاني منها البعض دي ما سودانيين، هم منو ما بنعرفهم. يا اسمعيني يا سارة، دي خطط مدروسة لشق الصف. الناس لازم توعي يا جماعة، لازم يشقوا الصف بأي طريقة من الطرق، ونحن الصف ما بنشقوه. نحن الصف ما بنشقوه اصلا. تاني ما والله شفته مارقين لي ب 3000
للربا والتلاف. شفتوا؟ بس الوطن دولة قوات الشعب المسلحة دي. فالناس يا جماعة كل داعم قوات الشعب المسلحة ينكربوا كويس، ينكربوا ويتحزموا. انتوا عندكم قضية أهم من الجنجويد وأهم من الكرور ديل كان قحطها أعوانهم. عندكم قضية مهمة، والقضية دي كلنا نحن ماشيين عليها وما عندنا شيء، ما عندنا شيء. شفت لزول واحد حاجة واحدة لزول عندنا ما في. الله الوطن السودان رفعت الجلسة، ما في كلام تاني. الحاجة اللي عايزة أضيفها لكلام في بالها لقدام وتشوفوا الموضوع اللي همه. بعد ما الجيش خلاص بقى ماشي منتصر، بعد ما الجيش خلاص بقى ماشي منتهي، بعد ما خلاص الجيش بقى متفوق، بعد ما الجيش راسه اساسا هو راسه مرفوع رفع زياده، بعد ما السودان العيون بقت كلها مركزه مع السودان بانتصار السودان، نحن ما بيفرق معانا اي شيء. شفتوا؟ اي شيء ما بيفرق معانا. والله قسما بالله السودان ده يستمتع بانتصاره ويستمتع بكل خطوه خطاها الجيش ده ويتقدم بها لقدام، كله لقدام مهما تفتنوا. انتوا شغلكم، وبالمناسبه انتوا دي خصلتكم كبير. كل كان من زمان قاعد الراجل قوال وغير الفتن ما عنده شيء، كذابين وقوالين ولفاقين واكبر ناس ما بتخافوا ربنا اصلا. اصل الظلم ما يخاف الله فيكم. عشان كده دي ما تشتغلوا تركزوا يا جماعه.